في هدوء الليل، خلينا نسأل نفسنا سؤال بسيط لكنه مرهق. ازاي نتعامل مع الإنسان العنيد اللي شايف رأيه صح دايما، واللي حتى لو الحقيقة قدامه يصر ينكرها؟ العند مش قوة شخصية زي ما ناس كتير فاكرة. العند أحيانا بيبقى خوف من الاعتراف بالغلط، أو خوف من فقدان السيطرة، أو جرح قديم مخليه دايما في وضع دفاع. أول حاجة لازم نفهمها، ما ينفعش تكسب الإنسان العنيد بالمواجهة. الصوت العالي قدامه أو الضغط أو الإحراج إنك تحرجه، كل ده بيزود عناده مش بيقلله. لو بتتعامل مع إنسان عنيد اختار الهدوء، لأن العصبية بتقفله، مش هيكمل معاك أصلا. اسمعه للآخر حتى لو كلامه غلط، لأنه محتاج يحس إنه مسموع، محتاج يحس إنه حد آه، مفضله دماغه وبيسمعه. ما تحاولش تغيره فجأة، التغيير مع العنيد بيجي بالتدريج. استخدم الأسئلة مش الأوامر، خليه هو اللي يوصل للحقيقة بنفسه. ما تحسسوش إنك بتأمره، هو اللي يوصل لنفسه بكده. وأهم نقطة، حط حدود. التفاهم شيء والاستنزاف شيء تاني. لو عناده بيأذيك نفسيا، من حقك تبعد خطوة وتحمي سلامك. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيوجهنا للحكمة في التعامل مع الناس. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق مش ضعف، الرفق قوة عقل وقلب. وفي الآخر مش كل معركة لازم نكسبها، ومش كل شخص لازم نغيره. أحيانا أعظم انتصار إنك تحافظ على نفسك. و... ويمكن دي تكون رسالة لينا كلنا، إن القوة مش في العند ولا في إننا نكسب كل جدال. القوة الحقيقية إننا نختار الهدوء ونحافظ على قلوبنا، ونتعامل بالحكمة زي ما ربنا علمنا. لو بتتعامل مع إنسان عنيد، حاول تفهمه قبل ما تحكم عليه. ولو العند بيكسر روحك، اسمح لنفسك تبعد وتحمي سلامك. ونختم مع آية قرآنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.